دكتور، ايه هي الاعراض وايه اللي الست بتكون حاسه بيه علشان تروح للدكتور وتقول له انا عندي بطانه رحم مهاجره؟ أعراض البطانة المهاجرة آه، هي واضحة وصريحة، اللي هي ألم شديد مع بداية الدورة الشهرية. بيبقى أقصى شدته في بيبدأ من أول يوم، ويزيد في الشدة بالتدريج مع الدورة الشهرية، وفي نهاية الدورة الشهرية يبدأ يقل بالتدريج. هل كل واحدة عندها ألم مع الدورة الشهرية عندها بطانة مهاجرة؟ طبعا لا. الآلام بتاع الدورة الشهرية كتير جدا، بس الحالات اللي عندهم ألم شديد مع الدورة الشهرية احنا دايما بننصحهم يعملوا كشف سونار عشان تطمن على نفسك، حتى لو هي لسه مش متجوزة. تعملي كشف سونار تطمني على نفسك، تشوفي عندك بطانه مهاجر ولا لا. لو انت عندك الم شديد مع الدوره الشهريه ما تتجاهلوش، تقول اخد مسكن وارتاح وخلاص. فهي البطانه المهاجره اعراضها الالم الشديد. طيب في لها اعراض تانية. في ناس تانية بتيجي بتاخر حمل، بتبقى عندهم بطانه مهاجره مأثره على قناه سلوب، مأثره على مخزون المبيض، فبالتالي بتسبب تاخر حمل. فبيكون السبب الاساسي اللي حرك الحالات ديت هو تاخر الحمل. لما بنيجي نكشف عليها نشوف عندها اكياس شوكولاته، نشوف عندها بطانه مهاجره في الحوض، نشوف بطانه مهاجره احيانا في القولون. فديت برضو من ضمن الحاجات اللي بتجيب السيدات. لما اكتر عرض بنشوف بيه البطانه المهاجره هو الالم المزمن في الحوض، بيكون الم شديد جدا، بيزيد جدا مع الدوره الشهريه، في بعض حالاته بيكون موجود طول الشهر. فاي واحد عندها الم مزمن في الحوض لازم تكشف تشوف سبب الالم ده ايه.